السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح السعادة، يا صباح التفاؤل، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجة حلوة. ربنا يجعل يا رب أيامكم كلها سعادة وأفراح وهنا، ويا رب كده يبعد عنكم كل الهموم. النهارده بقى صحيت من النوم كده، لقيت طبعا أول ما فتحت عيني، طبعا كلنا عارفين أول ما بنفتح عينينا لو الحوض فيه مواعين بنعملها، لازم بنشطب الحوض ونشوف ورانا ايه قبل ما نحط الأكل على النار. طبعا النهارده ما كانش عندي أكل، فقلت طبعا ايه اشطب الحوض بسرعه كده زي ما انتم شايفين. ابتديت بقى ان انا اغسل الكوبايات واخد كل حاجه كده قدامي، علشان ايه لما اجي اعمل الاكل اعمله على روقان. وطبعا انا طبعا زي كلكم كده محتاره، قمت النهارده مش عارفه اعمل اكل ايه. طول ما انا واقفه بغسل المواعين عماله افكر يا ترى اعمل اكل ايه، يا ترى اعمل اكل ايه. طبعا ايه، بتحاولي ان انت بتفكري بتعملي حاجه من موجوده عندك في البيت، يعني مش بتبعتي تشتري، لان اغلبيتنا بنشتري حاجتنا بالشهر او كل اسبوعين او كل اسبوع، فطبعا بتنوعي في منيو الاكلات. فطبعا انا النهارده كنت محتاره مش عارفه اعمل اكل ايه، بس قعدت افكر كده واستغفر وانا بغسل المواعين، لغايه لما ايه وصلت كده الفكره في دماغي، اكله كده حلوه وحرشه، قلت ايه اعملها معاكم. طبعا زي ما انتم عارفين انا بغسل اهو المواعين معاكم، وقبل ما اعمل اي حاجه اكون شطبت الحوض واشطب البوتاجاز، وبعد كده ابتدي بقى ان انا ايه اعمل اكلي على رواقه. تمام تمام. كلنا بنقوم كل يوم محتارين في الاكل، كلنا بنقوم كل يوم محتارين في الاكل، خصوصا لو عندكم ولاد، وده حد ما بيحبش ده وحد ما بيحبش ده. طبعا انتوا بتحاولوا تظبطوا على قد ما تقدروا. تمام تمام. انا هنا كنت خلاص اهو. اول حاجه طبعا انتوا عارفين بنغسل الكوبايات، بعد كده الاطباق. هي اغلبيه المواعين اول ما بنصحى الصبح بتبقى اطباق وكوبايات، مفيش يعني طبعا ايه حلل والكلام ده، يعني لما بيكون في حلل بتبقى قليل مش بنبيتها، بنغسلها ايه على طول. انا هنا اهو كنت خلاص اهو بغسل الكوبايات اهي، كانت كوبايات كتير طبعا، مكان الفطار ومكان ما شربنا بالليل. طبعا كسلت ان انا اغسلها وكده، قلت لا الصبح بقى كله بالمره اغسل الكوبايات. انا زي ما قلت لكم انا فعلا مش بحب ابيت مواعين، بس احنا كل يوم عندنا الميه بتتقطع بالليل. طول ما في صيف ومصيف احنا كل يوم الميه بتتقطع عندنا في الصيف. بالليل لازم الساعتين ثلاثه بتوع بالليل دول ما بتتقطع عندنا. فطبعا بقى لو تعشينا شربنا حاجه مبقاش في ميه اللي نغسلهم معايا، لكن طول النهار بقى بعد ما بعمل اكل ولا مواعين اكل مواعين اي حاجه بغسلها كلها في ايدي، يعني ايه ما بركمش مواعين. بس مجرد ان شاء الله ما يخش علينا الشتاء ان شاء الله طبعا ايه مش بيقطعوها علينا في الشتاء، يعني الحمد لله. ودي حاجه بتضايقني جدا ان كل يوم بيقطعوا علينا الميه. تمام، خصوصا لما يكون عندك اطفال وكده. انا هنا خلاص كنت ايه بخلص اهو المواعين معاكم، علشان ايه ابتدي ان انا احط الاكل على النار. كل يوم بقوم بقى بتقومي ايه طبعا بفكر افكر اعمل ايه. وطول ما احنا واقفين كده بنستغفر ربنا علشان يبقى يومنا جميل كده، كله تفاؤل وكله نفسيتنا تبقى مرتاحه. طبعا انت مشغله القران بره، يعني طول ما انت بتسمعي قران ولادك بيسمعوا قران، وانت بتستغفري، يومك كده بتحسي براحه نفسيه، ما بتحسيش ان انت مخنوقه، ما فيش حاجه مضايقاكي، واليوم بيعدي ايه كويس. يا رب يجعل كل ايامكم يا رب تعدي خير وسعاده وهنا، ويبعد عنكم اي حاجه وحشه يا رب، ويبارك لكم في ولادكم. انا هنا خلاص كنت ايه خلاص قربت اخلص المواعين، خلاص اهو زي ما انتم شايفين. اخر حاجه بفنشها غسلت المعالق اهو، كانت العلبه دي إيه كانت عايزه تتغسل فغسلتها خلاص هشطفها. تمام. وخلاص اهو قربت اخلص معاكم الحاجه، يعني ايه ما تشيليش همها، اعملي كل حاجه بحب كده وتفاؤل، هتلاقي كل حاجه تعدي من عليكي. لكن ما تشيليش نفسك الهم كده والهموم، وتقولي لا ده انا عليا مواعين، ده أنا النهارده ما عنديش اكل، مش عارفه ايه. لا هتحسي ان انت مخنوقه وهتقفلي يومك من اوله. ما تقفليش يومك، ابدأي يومك بالاستغفار وسيبيها على الله، وهتلاقي يومك زي الفل. بصوا خلاص كنت خلصت المواعين، قلت بقى ايه لما ادخل على البوتاجاز، لان انتوا شايفين منظره ما ينفعش ان انا اعمل عليه الاكل خالص وهو بالمنظر ده. طبعا شلت العيون وايه، طبعا العيون هتتغسل والحمالات هتتغسل طبعا. رشيت اللي انا بغسل بيه على طول البوتاجاز اللي هو مستر ماسل زي ما قلت لكم، وغسلته على طول في ايدي كده. طول ما ايدك في حاجتك هيبقى البوتاجاز بتاعك زي الفل، علشان ما يتركمش عليه الدهون ولا يبقى ايه زي الزفت، وتبقي طول ما انت بتسيبي مره على مره هيبقى مش نضيف خالص، وهتتعبي جدا لما تيجي تنضفيه مره واحده. بصوا انا كده كنت خلاص خلصت كمان البوتاجاز. خلصتي من المواعين خلصتي من البوتاجاز، ابداي بقى ايه ان انت تحطي اكلك على النار على نظافه كده وراحه نفسيه.
تمام. كنت خلصت البوتاجاز والمواعين زي كل حاجه زي الفل. اعملي بقى كوبايه شاي وانت شوفها بتعملي الاكل وايه، وابداي يومك اشربي لك كوبايه عصير واعملي اي حاجه. قلت ايه اما اسلق بطاطس، غسلت البطاطس وحطيتها على النار تتسلق. قلت عمل ما البطاطس تتسلق، حطيت حله كده سبتها تسخن على النار، ونزلت فيها بشويه زيت زي ما احنا شايفين، وسبت الزيت يسخن. وبعد ما الزيت سخن كنت مخرطه ايه، مخرطه بصلايه كده صغير زي ما انتم شايفين، بصلايه كبيره كده صغير، نزلت بيها في الزيت وقلت يلا ايه اشوحها علشان اشوف هعمل ايه جنب البطاطس اللي انا بسلقها. كل ده عمل ما البطاطس تتسلق. تمام. اهو كنت بشوح البصلايه، طبعا ما تسيبيش البصله تتحرق، خليها مجرد ان هي تتشوح بس وتوصل معاكم للدرجه دي. طبعا انتوا عارفين ان الطماطم غاليه، طول ما الطماطم غاليه يا جماعه استخدموا صلصه مع عصير الطماطم. حطي معلقه الصلصه بتاعتك قبل ما تنزلي بعصير الطماطم، وبدات ان انا اقلبها كده مع البصل بتاعي اللي متشوح عشان تطلعي منها الماده الحافظه. اوعي تحطي الطماطم بعد كده تحطي الصلصه. بصوا بعد ما خلاص قلبت الصلصه وطلعت منها الماده الحافظه، هنزل بطماطم. عصير الطماطم دي انا كنت حطاها في الفريزر، تمام، بطلعها وقت ما يكون الطماطم غاليه. فدايما إيه اعملي زي ما انا بقول لك كده. انا ما حطيتش طماطم كتير عشان انا مش بحب في الاكله دي طماطم كتير. سبتها تتسبك كده زي ما انتم شايفين، ومش تنشف قوي، يبقى فيها صوص كده وتبقى حلوه. وهنزل ايه بالبيض بتاعي، هنزل ايه بالبيض، بيضه بيضه. كميه البيض اللي انت هتعمليها على حسب ما انت عدد افراد اسرتك، على حسب ما انت عايزه تزودي تنقصي زي ما انت عايزه. دي يا جماعه انا بعمل شكشوكه. تمام. حطيش البيض جنب بعض، حطي فوق بعض، حطي البيض كل بيضه جنب التانية. انت كميتك على حسب ما انت عايزه. انا خلصت البيض، هحط بقى اكمل كميتي. زي ما انتوا عارفين انا ما حطيتش ملح في اول التسبيكه، علشان بعد ما بنزل بالبيض هنزل عليه بملح كده كويس عشان ده بيض زي ما انتوا عارفين، وبعدين هنزل عليه بفلفل اسمر. انا مره تانية هعملها لكم بطريقه تانية، بس انا عشان عايزه اعملها موفره عملتها بالطريقه دي. في طريقه تانية بعملها اللي هي بتبقى ايه، بالبسطرمه وعليها جبنه موتزاريلا من فوق في الفرن. بس طبعا احنا عارفين البسطرمه غلت، وانا طبعا ممنوعه دلوقتي ما باكلش بسطرمه، فعملتها بالطريقه دي. وكمان عشان تبقى اقتصاديه وموفره، عشان تبقى على قد ايدينا. قلت بقى ايه، طبعا انا حطيتها على النار وغطيتها على نار هاديه، ما تتقلبش والبيض ما يتقلبش. قلت بقى خرط البطاطس، انا بحب البطاطس السلطه متخرطه. انت عايزه تعمليها مهروسه براحتك، بس انا بحبها متخرطه. تمام تمام. بعد ما خرطت البطاطس بتاعتي زي ما انتم شايفين، وانا مهديه خالص على الحله على النار، طبعا نزلت عليها بقى بعد ما خرطتها، انزل عليها بالحبش بتاعها، نزلت عليها بشويه ملح مع نص معلقه توم مش كتير زي ما انتم شايفين، معلقه هريسه شطه، لو مش هتحطي هريسه شطه براحتك. تمام. طبعا لو عندك اطفال انت بتحطي حبه على جنب من غير هريسه شطه عشان ما تبقاش حاميه عليهم. ونزلت بشويه زيت بقى من اللي هو مش بتاع القلي زي ما انا قلت لكم، ما بستخدموش في الحاجات دي، البطاطس والجبنه والفول والحاجات دي. ونزلت بشويه خل وشويه كمون، وكده كانت سلطه البطاطس خلصت معايا. هبتدي بقى ان انا اقلبها حلو مع بعضها، وهتشوفي احلى طبق سلطه بطاطس يفتح نفسك كده، والاكل الحرش والاكل الجميل اللي ربنا يا رب يديمه علينا نعمه يا رب. عايزه اقول لكم طول ما انت بتفكري ومخك شغال هتعرفي تمشي ميزانيه بيتك، هتعرفي تساوي امورك، هتعرفي ايه الميزانيه معاكي ما تخرمش لغايه اخر الشهر. ظبطي حالك واعملي جدول في دماغك. بصوا انا هنا كنت خلصت، بص البطاطس شكلها ولا ريحتها ولا طعمها روعه. وعايزه اقول لكم الشكشوكه دي تحفه، ومن الاكلات اللي انا بحبها قوي قوي قوي. جميله وخفيفه وما تاخدش معاكي اي وقت ومش مكلفه. انت بتعملي على حسب ما انت عايزه البيض. شوفي انت عايزه بقى 10 7 8 زي ما انت عايزه. بصوا اكل كده حرش وجميل وعلى قد ايديكي، وربنا يديمه علينا نعمه يا رب. ودايما خلي في دماغك افكار. انا هنا النهارده كنت خلصت يومي وكنت خلصت الاكل بتاعي، وحبيت ان انا اشارككم فيه. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي، وربنا يحسن ما بين ايديكم.